يقال ان سيدنا موسى يقول يا رب لا اسالك عن اخي هارون، ويقول عيسى لا اسالك عن مريم امي، ويقول ابراهيم لا اسالك عن اسماعيل ابني. خلاص سبحان الله العظيم، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. خلاص الثابت الوحيد سيدنا محمد فقط، لانه اراه الله النار من قبل، اراه ملك الموت من قبل، ثبته عسى ان يبعثك ربك مقام، هذا هو المقام المحمود، هذا الثابت الوحيد. كل شوف ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل الا ودعوته يومها يا رب سلم يا رب سلم، الا سيدنا محمد يا رب امتي يا رب امتي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هل هذا رسول يترك؟ لا والله. هل تترك سنته؟ لا والله. هل ننسى حقوقه علينا؟ هل يعني ننسى ان نسير خلفه في صغير الامر وكبيره؟ لا يا اخي انا لو وصفت لك بيت روح يمين روح يسار تمشي على الهدي تصل للبيت اللي انا وصفته، فما بالنا وقد وصف لنا طريق السعاده، طريق السعاده. ولذلك يعني اعجبني من خير ما اعجبني ابن القيم لما سمى كتابه عن الجنه حاد الارواح الى بلاد الافراح. طب اسم جميل. فالرسول هو حاد الارواح الى بلاد الافراح عليه السلام، هو الذي اخذ بايدينا، فلماذا لا نتنكب بطريقه؟ هذا هو السؤال. ما الذي يعطلنا؟ ما حجتنا؟ ما هو تعللنا؟ يا من اخرت الصلاه عن وقتها ليه؟ انت يا متمرد على الحجاب ليه؟ الفلسفه الكاذبه تضحك على الشيخ عمر، اضحك براحتك، تخدعه الشيخ فلان والشيخ اتخدع، انا اخذ في عرضك اخذ يا سيدي براحتي. ثم بعد فلا بد هذه الحلقات تكون منبهه للامه. انا اخاف ان ننتقل من هذه الدنيا وما خدمنا ديننا. لا اله الا الله.